ساعات بملايين وبدل العربية 7 من أفخم الماركات العالمية، وفلل في أرقى أحياء القاهرة، والكومباوندات وعمارات فاخرة واسطبل خيل وقصر فخم. كل دي ثروة سايبها الفنان عزت أبو عوف بعد رحيله. يا ترى مين اللي ورث الثروة بتاعته دي؟ وإزاي دماغه كانت بتفكر ناحية الاستثمار كده؟ وهل ممكن ساعاته تتحط في متحف؟ كل ده هنعرفه في فيديو جديد. الفنان عزت أبو عوف ولا نقول الدكتور عزت؟ ده لأنه حاصل على بكالوريوس في الطب البشري. المهم هو نشأ في قرية بسيطة جدا في محافظة المنيا ومن عائلة أبو عوف، ودي من أغنى العائلات هناك، عندها أطيان كتيرة جدا. وعشان هو اتولد في العز والغنى كان حلمه إنه يحافظ دايما على مكانته المادية ويحوش فلوس كتير ويستثمر كمان ويبقى عنده أطيان وفلوس في البنوك زي جده وأبوه وعيلته كلها. لما ربنا كرمه ودخل مجال الفن والموسيقى لأنه كان موسيقار وكمان كان في فرقة موسيقية كبيرة، ما كانش بيضيع فلوسه على أي حاجة تافهة زي فنانين كتير من جيله، لا كان بيتعامل مع الفلوس بحساب، وفي نفس الوقت ما كانش بخيل، يعني اللي هو بجيب الحاجة اللي محتاجها وبس. طبعا هو ما قدمش فيلم أو 2 أو 3، لا ده قدم 100 فيلم ومسلسل ومسرحية. تخيلوا بقى الفلوس دي كلها كان بيحطها في البنك أو يشتري بيها قطعة أرض أو حتى حاجات قيمة، المهم إنها تحفظ سعرها. عندكم مثلا الساعات كان مهووس بيها جدا، ما كانش يشتري أي ساعة كده والسلام، لا لازم تبقى براند عالمي، ويا سلام لو مرصعة بالألماس أو الذهب الحر، وده لأنه كان بيتعامل معاها على إنها مشروع استثماري، وقت ما يحب يبيعها هيبيعها وبفلوس أكتر كمان من اللي اشتراها بيها، لأنها بتاعت فنان مشهور وأي حد يتمنى يشتريها. المهم إنه فضل يشتري ساعات غالية لحد ما بقى عنده 18 ساعة، وكانت أغلى واحدة فيهم ب 145 ألف جنيه. طبعا الرقم ده في زمنه كان ضخم جدا ومفيش حد يشتري ساعة بالمبلغ ده، ورحل عن عالمنا وهو سايب ثروة بالملايين من الساعات دي. بجانب الساعات كمان اشترى عمارة فخمة جدا في شارع شجرة الدر في أرقى أحياء القاهرة، الزمالك، وبتطل على النيل ونادي الجزيرة. والصراحة يا جماعة ما حدش من فنانين جيله اشترى عمارة زيها، وكان عامل لها ديكورات كلاسيكية فاخرة ومن بره كلها إزاز، وما أقولكوش بقى على تصميمها العصري اللي كان سابق زمانها. تخيلوا إن لما حد يشوف العمارة دي دلوقتي ما بيصدقش إنها عمارة الفنان الراحل عزت أبو عوف، وبيقول لا دي لسه أكيد مبنية جديد دلوقتي. ومع العمارة والساعات اشترى كمان فيلل في مناطق مختلفة بالقاهرة، وطبعا منها فيلته اللي مسكونة وقلب الدنيا من وقتها. طبعا مش محتاجة اقول لكم ان عنده ثروة كبيرة جدا من العربيات، زي ما قلت لكم هو متعود على العز لانه من عيلة غنية جدا، ده غير انه كمان عنده قصر بجنينة كبيرة واسطبل خيل في قريته بالمنيا، وكل دول لسه موجودين ومحدش ساكن فيهم من بعد رحيله، والاكيد انهم اتوزعوا على اخواته البنات واهله وعيلته. هل سمعتوا بقى عن ضخامة ثروة عزت أبو عوف دي قبل كده؟ وافتكروا بالرحمة وقولوا لنا ايه اكتر عمل بتحبوه لي.